السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، زي ما انتم شايفين كده بقى احنا النهارده هنعمل مع بعض بسلة وشوية رز بالشعرية وسلع عصفور، بجد أكلة النهارده زي العسل، أكلة بجد تستحق منكم لايك. تابع معايا الفيديو للآخر. زي ما انتم شايفين كده احنا معانا حلة على النار، هنبتدي ان احنا ننزل بمعلقتين بقى من السمنة البلدي، ويا سلام بقى على السمنة البلدي بتدي طعم وريحة ونكهة، بجد الأكل بيبقى معاكي زي العسل. السمنة البلدي بتدي الأكل طعم حكاية. زي ما أنتم شايفين كده إحنا معانا بقى بصلاية كبيرة، ابتدينا إن إحنا قطعناها قطع صغيرة، عايزة تفرميها في الكبة ما فيش أي مشكلة، وهنبتدي إن إحنا ننزل بفصين 3 من التوم، زي ما أنتم شايفين. هتبتدي تاخد معانا اللون الدهبي، وهنبتدي إن إحنا ننزل بمعلقتين من الصلصة عشان نعزز لون القوطة. وهنبتدي إن إحنا نضرب القوطة في الخلاط ونصفيها ونحطها بقى على الصلصة. خلاص كده الصلصة بتاعتنا جاهزة، وهنبتدي إن إحنا بقى نحط عليها التوابل، بس هنستنى لمّا تغلي. نعمل بقى شوية سلق عصفور مع بعض، وطبعًا عشان الأكل بتاعنا يطلع زي العسل ويطلع بجد طعمه حكاية، أهم حاجة الشوربة. فإحنا لمّا نبدأ بقى إن إحنا نسلق اللحمة، هنبتدي بقى اللي إحنا نتبّل الشوربة بتاعتنا كويس. هنحط لها إيه، هنحط لها بصلاية وقوطاية، وهنحط لها بهارات لحمة وسبع بهارات وفلفل أسود ويا سلام. وهنبتدي بقى وهي خلاص بعد ما تستوي هنبتدي اللي إحنا ننزل بالملح ونملّحها كويس كده وندوقها، وتبقى معانا الشوربة بجد زي العسل، هتعمل معانا الأكل حكاية. زي ما أنتم شايفين بقى اشتكلي سلع عصفور كده زي العسل، هتبتدي إن أنتِ تنزلي بمعلقة من السمنة البلدي، وهتنزلي بسلع عصفور ياخد معاكِ اللون الدهبي، وهتبتدي إن أنتِ تنزلي بقى بالشوربة اللي إحنا بنقول بقى اللي إحنا تبّلناها وخلّيناها زي العسل. تمام. هنبتدي بقى اللي إحنا ننزل بالشوربة، وبعد كده لمّا تنزلي بالشوربة هتبتدي إن أنتِ تحطّي شوية فلفل أسود صغيّرين على الوش، وهتدّيها غلوتين كده وخلاص، هتقفلي عليها، وقبل بقى ما تغرفيها تحطّيها على النار تسخن معاكِ، وخلاص كده السلع عصفور بتاعِك جِهِز. زي ما أنتم شايفين كده. ما تنسيش بقى تفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل الفيديوهات اللي أنا هانزّلها، وإن شاء الله، إن شاء الله قناتنا تكبر بيكم. زي ما أنتم شايفين بقى العصفور خَد معانا اللون الدهبي وخلاص هو جاهز وزي العسل. هنا بقى الشوربة الصلصة بتاعتنا زي ما أنتم شايفين، هنبتدي إن إحنا نحط لها ملح وفلفل أسود وشوية من ال7 بهارات، وما نحاولش إن إحنا نكتّر التوابل في أكلنا أوي، وبجد هتبقى معاكِ زي العسل. يبقى نحط لها ملح، فلفل أسود، شوية من ال7 بهارات وخلاص على كده، لإن أصلًا الشوربة اللي إحنا هنحطها متّبلة وجميلة جدًا معانا. تمام. خلاص هي كده الصلصة زي ما أنتم شايفين جاهزة معانا، هاسيبها تتسبِّك بقى براحتها كده قبل ما أنزل بقى بالبسلة. تمام. وبعدين لمّا أنا أوطّي عليها بقى كده النار تفُك بقى سمنتها، وهتبقى يا سلام زي العسل. هتبقى بجد معاكِ بسلة حلوة جدًا، جدًا، وهتستوي معاكِ بسرعة وهتبقى جميلة جدًا. وهنا معانا اللحمة استوت، لمّا البسلة بقى خلاص تبتدي اللي هي تخش في السِوَى، هابتدي اللي أنا أنزل باللحمة تتشرّب كده من التتبيلة والصلصة مع البسلة، وهتبقى جميلة أوي وجاهزة معاكِ. زي ما أنتم شايفين خلاص هي الصلصة معانا اتسبِّكت، هابتدي إن أنا أنزل بالبسلة زي ما أنتم شايفين، وأقلّبها تقليبتين، وابتدي إن أنا أنزل بالشوربة بقى اللي أنا متبّلاها زي ما قُلت لكم مخلّياها زي العسل، واخلّيها بقى تستوي براحتها. وبعدين أوطّي عليها تبُك بقى سمنتها كده ويا سلام، السمنة البلدي مع البصلة اللي إحنا حمّرناها وفصين 3 من التوم، يا سلام هتاكلي أحلى بسلة. وإن شاء الله نعمل مع بعض أكلات كتير ووصفات أحلى، واكتبوا لي في الكومنتات، أنا بافرح بتعليقاتكم أوي. شايفين بقى هنا البسلة عملت معانا إزاي بقى، وهتبتدي اللي هي تغلي، ويا سلام بقى على الصلصة والتتبيلة اللي إحنا عملناها للشوربة، هتخلّي معاكِ بسلة جميلة جدًا. وهنا بقى العصفور شايفين بقى اللي إحنا خلّيناه ياخد اللون الدهبي وحطينا عليه الشوربة وشوية فلفل أسود، ويا سلام بجد أكلة تستحق منكم لايك. شايفين بقى هنا يا بنات خلاص العصفور جاهز، وهنا البسلة بتاعتي خلاص قرّبت تستوي. لمّا خلاص تكون بقى خلاص داخلة على السِوَى، هابتدي اللي أنا أنزل باللحمة، بس أنا هنا دُقتها لقيتها لسه شوية. ما يالّا بقى نعمل كده مع بعض بقى شوية رز بالشعرية، يا سلام! حاجة كده بقى مع البسلة بجد زي العسل. هننزل بقى بمعلقتين من السمنة البلدي، وهابتدي اللي أنا أنزل بقى بالشعرية بتاعتي تاخد معايا اللون الدهبي، وابتدي أنزل بالرز. ولمّا أنزل بقى بالرز هادّي له تشميعة كده واشمّعها بقى كده بالملح، عشان الرز بتاعي يطلع مفلفل وزي العسل. ولمّا يبتدي بقى اللي هو يغلي خلاص ويتشرّب معايا هاوطّي عليه.
وخلاص هو كده الرز بتاعي كمان جاهز، يبقى إحنا كده خلّصنا البسلة، عملنا شوية لسان عصفور، هنعمل بقى كمان شوية الرز زي ما أنتم شايفين. ولا ريحة الأكل بجد حكاية، ريحة الأكل كانت جايبة لآخر الشارع، بجد أكلة كده زي العسل. هنا بقى هننزل بالملح زي ما أنتم شايفين، وهابتدي بقى اللي أنا أشمّع الرز مع الشعرية والملح اللي أنا حطيته كويس، عشان يطلع معايا رز مفلفل وزي العسل. وهابتدي بقى اللي أنا أشرّبه بالمَيّة عادي جدًا، أغطّيه كده بالمَيّة زي ما أنتم هتشوفوا، تمام وخلاص، ياخد بقى معايا يغلي كده ويتشرّب معايا وابتدي اللي أنا أوطّي عليه. خلاص هنا البسلة بقى خلاص دخلت في السِوَى، ابتدي اللي أنا أنزل باللحمة بتاعتي. تتشرّب بقى كده من الصلصة مع البسلة، آجي بقى أغرفها كده تبقى بجد حاجة زي العسل. شايفين بقى هنا يا بنات أنا ابتديت بقى اللي أنا أحط اللحمة مع البسلة، خلاص هي البسلة بتاعتي داخلة في السِوَى، وهتاخد معايا غلوتين وأوطّي بقى عليها، وأسيبها بقى لحد ما آجي أغرفها، هتبقى جاهزة معايا وجميلة أوي. شايفين بقى هنا خلاص هي جاهزة معانا، حطيت بقى اللحمة بقى تتشرّب زي ما أنتم شايفين كده، استوت معايا وزي العسل، وبجد مطلّعة معايا شوربة جميلة جدًا، جدًا، بالتوابل اللي أنا قُلت لكم عليها. يبقى أنتِ هتحطّي في الشوربة بصلاية وقوطاية وبهارات لحمة و7 بهارات وشوية من الفلفل الأسود، وهيطلع معاكِ أحلى شوربة تعملي بيها الأكل بتاعِك، هتبقى زي العسل. وهنا الرز اتشرّب معايا وبقى جميل جدًا، جدًا، وخلاص البسلة جاهزة. وهنا بقى حضّرت الأطباق بتاعتي، وزي ما أنا قُلت لكم طول ما إحنا داخلين مطبخنا ومرتّبين أفكارنا ومرتّبين مطبخنا، الحاجة هتخلص معانا بسرعة وبسهولة. يا سلام على شوية الرز السخنين دول، بجد أكل الشتا بيتحب سُخن، ما هو ما يتاكلش إلا سُخن. شايفين بقى إحنا عاملين شوية لِفْت زي العسل، برضه عملت اللِفْت وصورته لكم وهانزّله لكم إن شاء الله. بس ما تنسيش تفعّلي زر الجرس عشان يوصل لِك كل الفيديوهات اللي أنا هانزّلها. بجد شوية لِفْت بقى، شايفين شكلهم عامل إزاي جنب الأكل بجد حكاية. طلعوا بجد جميل جدًا وسهل وسريع ومش هياخد معاكِ أي وقت خالص. هنا بقى ابتديت اللي أنا أغرف الأكل، شايفين بقى الرز سخن إزاي، وهنغرف بقى شوية لسان عصفور بقى زي العسل كده، وبعد كده ابتدي اللي أنا أغرف بقى البسلة ويا سلام! أكلتنا خلصت معانا بسرعة وبسهولة وما خدتش معانا أي وقت، وطول ما إحنا داخلين مطبخنا ومرتبين مطبخنا ومرتبين أفكارنا، حاجتنا هتخلص معانا بسرعة وبسهولة. ولو أنتِ وصلتِ لحد هنا من الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منِّك، وإن شاء الله، إن شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، وإن شاء الله قناتنا تكبر بيكم. شايفين بقى هنا يا بنات غرفنا الرز، وابتديت بقى اللي أنا غرفت لسان عصفور، وشايفين اللفت معايا حاجة كده تفتح النفس. تعالوا بقى كلوا معانا. شايفين الأكل عامل إزاي؟ شايفين، زي العسل طبعًا صح؟ نبتدي بقى اللي إحنا يا سلام بقى على ريحة البسلة أول بقى ما بجد حكاية، حكاية. هنا بقى نبتدي بقى اللي إحنا نغرف البسلة، وهنا عيالي يالّا يا ماما خلّصي بقى إحنا جُعنا، حاضر عينيا. هو الأكل أصلًا يعني بجد ريحته حاجة كده تفتح النِفس من قبل ما تاكليه خالص. شايفين شكله عامل إزاي؟ البسلة مع الجزر مع التوابل مع شوية لسان عصفور العسل دول مع اللفت مع الرز بقى بشعرية يا سلام. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك، ناسيه ليه؟ وتفعلي زر الجرس ان شاء الله عشان نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، وتفعلي زر الجرس عشان كمان اي فيديو هعمله ان شاء الله يوصل لكم، يجيلكوا اشعار بيه. هنزل لكم كمان انا عملت الليفت ازاي بكل سرعه وبسهوله وما خدش معايا اي وقت خالص، وبجد يعني 3 4 ايام كده هتفتحي عليه هتاكلي منه هتلاقيه زي العسل. جنب الأكل كده بيبقى حاجة كده تفتح النِفس. خلاص أكلتنا جاهزة النهارده، وشايفين بقى أكلتنا عسل إزاي وجميلة جدًا، جدًا، وخلصت معانا بسرعة وبسهولة وما خدتش معانا أي وقت خالص، ومخلّيين بقى مطبخنا والمواعين زي القشطة قبل ما نخرج من المطبخ، وأكلنا خلاص جاهز مش هيبقى فاضل بقى مواعين على الأكل اللي إحنا عملناه ده، وخلاص على كده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وإن شاء الله، إن شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، ونعمل مع بعض أحلى الأكلات وأحلى الوصفات. وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو اللي جاي. وما تنسوش بقى اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.